المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها تنفيذ برامج تنموية واسعة في قندع، التوقف عن التدخين في الأماكن العامة يحقق تقدما إيجابيا في عنسبة، تمثيل لحماية التربة والمياه في فرو، إيران تقصف بالصواريخ البالستية ما وقع في العراق وسوريا، وواشنطن تندد. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تصل موسكو. وجزيرة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان، والصين ترحب. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى لدى لقائه إدارات الضواحي ومسؤولي أقسام الوزارات وعمال المؤسسات الحكومية وأعضاء المجلس، أعلن تنفيذ برامج تنموية بأكثر من 27 مليون نقفة في المديرية عام 2023. وأوضح أن العمل تركز بشكل رئيسي على تأمين إمدادات المياه وإصلاح الطرق وبناء وإصلاح المدرجات والحواجز المائية، وشمل بناء خزانات مياه في إنبات كلا وقحتلاي، ومد أنابيب المياه في حوسيت وعدنبب، وبناء نقطتي مياه في نفاسيت وقندع. وفي قطاع الصحة قال إنه تم إنجاز عمل مرضي في رعاية الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى التوعية بمكافحة العادات الضارة ورفع كفاءة الطلاب والمعلمين. وأشار إلى وجود مشاريع لعام 2024 لإرساء خدمات مياه الشرب الصالحة في ضواحي نفاسيت ودنقل العلاي ومتكل أبيت ودماس وسرت، وأوصى الاجتماع بالاهتمام بالطاقة البديلة للحد من قطع الأشجار. أعلن أصحاب المرافق الخدمية في مدينة كرن الخطوة المتخذة لتطبيق حظر التدخين في الأماكن العامة أمر مهم من جميع الجوانب، وأوضحوا بأنهم سيعملون بجدية من أجل استدامتها، منادين باتخاذ إجراءات قوية ضد منتهكي القوانين والمبادئ التوجيهية. وأضافوا أن المستفيد الرئيسي من حظر التدخين في الأماكن العامة هو المجتمع، مذكرين بضرورة إجراء الرقابة الجادة في الأماكن العامة والمؤسسات مواصلة لأنشطة التوعية. الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ إعلان الرقم 143 لعام 2004 لمنع التبغ والسجائر في الأماكن العامة ومؤسسات تقديم الخدمات في إقليم عنسبة العام الماضي بمشاركة جميع الجهات المعنية. نظم مكتب الصحة في مديرية سجنيت سمينارا لسكان 18 إدارة ضاحية وطلاب المدارس الثانوية حول ضمان حقوق الأطفال والقضاء على العادات الضارة. وتطرق السمينار إلى الضرر الجسدي والنفسي وتأثير زواج الغاصرات وختان الإناث. وحث عضو مكتب الصحة بالمديرية سيد كفلة مريم بياني الجهات المؤثرة في المجتمع بشكل عام والمرأة خاصة على العمل الجاد على هذه الممارسات الضارة والطب الشعبي الذي كان مترسخا كثقافة. ودعا إلى تعزيز دور الوالدين حيث ينبغي تربية الأطفال بشكل صحيح عقليا وجسديا. وقال مسؤول الشباب في المديرية الشاب محرتاب عند مريم أنه من الضروري العمل معا لضمان تحرر الطلاب من العادات الضارة وجعلهم متفوقين في دراستهم والتحلي بأخلاق حميدة. من ناحية أخرى ألقى رئيس خدمات الأدوية بالإقليم الجنوبي سيد صقاع عند برهان محاضرة حول الآثار الصحية السلبية لمنتجات التبغ على طلاب المدارس الثانوية. يقوم سكان 15 إدارة ضاحية في مديرية فرو بأنشطة تنموية واسعة لحماية التربة وحفظ المياه عامة وبناء المدرجات والحواجز المائية بصفة خاصة. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد صالح إبراهيم صيانة الطرق الترابية في ضاحي مالكا وروبربية ودنانلو وإيرومايلي وقدم لحزين وفرو وحدش وإيرافايلي، وتنفيذ أعمال مماثلة في محفد وعرابتو وقبقب وأسانا وكم هولي. وذكر بناء المدرجات والحواجز المائية في ضاحي
وربع حداث وإيرومالي ومحفد وعربته، وصيانة الحواجز والقنوات التحويلية في زلا وأفتى وحد شورو بالربيع. وأشار إلى صيانة 155 كيلومترا من الطرق الممهدة في الأشهر الأربع الماضية، وبناء 203 كيلومتر من المدرجات الحوضية والحواجز المائية، وأكثر من 2700 متر من المجاري التحويلية للسلول، وإزالة أشجار المسكيت التي غطت مساحة 45 هكتارا في ضاحيتي أفتى وقدم لحسن. ودعا لتوفير الدعم الآلي لإزالة الطمي من سد فرو لكونه تجاوز قدرات السكان. في غضون ذلك قام السكان ببناء فصول دراسية إضافية ومراكز صحية وغرف انتظار للحوامل في ضواحي مالكا وربا حداس ودنانلو وإيرومايلي ومحفد وعربتو وفرو وكومهولي. توفي في 14 من يناير الجاري عضو المجلس الوطني سابقا السيد سيوم ولدو عن عمر بلغ 83 عاما جراء مرض ألم به. ونشط السيد سيوم منذ عام 1976 في الخلايا السرية لقوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في أديس أبابا وأسمرة، وعمل بعد الاستقلال رئيسا للجالية الإريترية في أديس أبابا وسكرتير لاتحاد أصحاب العمل الإريتري، وعضوا في المجلس الوطني ليخدم بتفان لإنجاح المهام الوطنية بمهنته وعلمه. وسيد سيوم ولدو متزوج أب ل8 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى ظهر يوم 16 من يناير الجاري في زاقر بمديرية سرجغا. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية ما سماها مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في العراق وسوريا، بينما أعلنت سلطات إقليم كردستان مقتل 4 مدنيين، واستنكرت الولايات المتحدة الضربات. وقال الحرس الثوري في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية أنه دمر أحد المقرات التجسسية الرئيسية لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد في إقليم كردستان العراق بحسب البيان. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية أن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن مدينة إربيل التابعة لإقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية ومن مساكن مدنية. وأبلغت المصادر الأمنية رويترز بأن مطار أربيل أوقف حركة الملاحة الجوية بعد سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة أربيل الواقعة في إقليم كردستان شمالي العراق. وصلت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي إلى روسيا بزيارة رسمية قد تساهم في تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين. وأظهرت روسيا وكوريا الشمالية الحليفتان منذ أمد طويل أظهرتا تقاربا منذ زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون إلى الشرق الأقصى الروسي في سبتمبر 2023 للقاء الرئيس الروسي بوتين. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تأمل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن الاتفاق على المواعيد سيتم عبر القنوات الدبلوماسية. وأضاف أن لقاء بوتين مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية غير مستبعد، متوقعا إجراء مفاوضات مثمرة ومكثفة مع وفد كوريا الشمالية، لافتا إلى أن موسكو تعتزم مواصلة تطوير الشراكات مع بيونغ يانغ في كافة المجالات. وزار مسؤولون روس كبار من بينهم وزيراء الدفاع والخارجية كوريا الشمالية العام الماضي، ما أثار مخاوف غربية بشأن صفقات أسلحة محتملة. قالت حكومة الدولة الجزيرة ناورا في بيان أنها سوف تحول علاقاتها الدبلوماسية إلى الصين بدلا من تايوان. وذكرت وكالة بلومبيرغ الأنباء أن الحكومة قالت في البيان أنها سوف
تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، كما لن تعمل على تطوير أي علاقات رسمية أو تبادل رسمي مع تايوان. من جانبها رحبت الصين بقرار جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، واتهمت تايوان الصين باستقطاب ناورو من خلال حوافز اقتصادية، بعدما أعلنت الجزيرة الصغيرة في جنوب المحيط الهادي قطع علاقاتها مع تايبيه لتعترف بالصين. ومع قطع ناورو علاقاتها مع تايوان، بالفعل سيصبح لدى تايبيه علاقات دبلوماسية رسمية كاملة مع 12 دولة فقط، معظمها حول منطقة الكاريبي. أقلق آلاف المزارعين الألمان بجراراتهم وسط العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على خطط إلغاء مزاياهم الضريبية، ودعوا إلى استقالة حكومة أولاف شولز، فيما تشهد البلاد موجة احتجاجات واسعة بسبب ارتفاع الأسعار. وقالت ناطقة باسم شرطة برلين لوكالة فرانس بريس أن أكثر من 5000 جرار زراعي أقلق الشوارع. وخلال التظاهر أمام بوابة براندبورغ، دافع وزير المال الليبرالي كريستيان ليندن بشراسة عن خطط الحكومة، مشددا على أنها خطط تهدف إلى التوصل إلى كيفية خروجنا من وضع صعب معا. ودفعت التظاهرات بالحكومة إلى التراجع جزئيا عن التخفيضات، ووعدت بإعادة الخصم على ضريبة المركبات والإلقاء التدريجي لدعم الديزل على مدى عدة سنوات عوضا عن الإلقاء الفوري. غير أن المزارعين المحتجين يرون أن هذه الخطوات غير كافية، داعين برلين إلى قلب الخطط رأسا على عقب. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. تنفيذ برامج تنموية واسعة في قنداع. إعلان التوقف عن التدخين في الأماكن العامة يحقق تقدما إيجابيا في عنسبة. نفير لحماية التربة والمياه في فرو. إيران تقصف بالصواريخ البالستية مواقع في العراق وسوريا، وواشنطن تندد. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تصل موسكو. وجزيرة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان، والصين ترحب. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، من اللقاء.